الرئيس لا تحت على انتباه ارسلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. في بعض الجوانب التي تهم محاربة الجريمة بمدينة القنيطرة على سبيل المثال لا الحصر، ويتعلق بالمؤشرات التالية: عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس بلغ 9847، عدد الأشخاص المبحوث عنهم 3310، المحجوزات 2 و708 كيلوغرام، كذلك بالنسبة للكوكايين 726 غرام،
بالنسبة للأقراص المهلوسة 17518 قرص مخدر. أما فيما يخص الجانب الخدماتي المتعلق بالوثائق التعريفية، فقد أنجزت هذه الولاية عددا من البطائق الوطنية للتعريف الإلكترونية المسلمة بلغ 21380 بطاقة. عدد بطاقات السوابق القضائية المسلمة 14325 بطاقة. كما يتم توظيف قوافل معدة لإنجاز البطائق التعريفية الإلكترونية في المجال القروي بالتنسيق مع السلطة المحلية، وذلك تقريبا للإدارة من المواطن. وكذلك قامت مصلحة الأعمال الاجتماعية بإجراء 275 مؤازرة لموظفي الأمن، وبدوره قام المركز الصحي الولائي بالقيام ب 515 تدخل المؤازرة الطبية لفائدة موظفي ومتقاعدي الأمن الوطني. كما برمجت هذه الولاية في إطار برنامج التكوين المستمر لفائدة موظفي الأمن التابعين لهذه الولاية 261 حصة تكوين بغية مواكبة المستجدات في جميع الجوانب الأمنية. أيها السادة الكرام، لقد أثبتت المديرية العامة للأمن الوطني قدرتها على مواكبة مسلسل التحديث الذي تعرفه بلادنا كأولوية استراتيجية تواكب من خلالها مستجدات الواقع وتحديات العصر، بفضل تأهيلها للعنصر البشري وتطويرها للبنيات التحتية التي تتوفر عليها، حيث حظت هذه الولاية باهتمام المصالح المركزية سعيا وراء الرفع من مستوى وجودة المرافق الأمنية التي تتوفر عليها. ولا أدل على ذلك إنشاء قاعة للقيادة والتنسيق باعتبارها الجيل الحديث لقاعة المواصلات، وما ارتبط بها من تحولات لاستعمال التقنية الرقمية في الشبكة السلكية واللاسلكية، وتوظيف المراقبة عبر الكاميرات الثابتة ذات تقنية الرصد العالية الجودة، وإحداث وحدة متنقلة لشرطة النجدة، وهي إحدى البنيات الحديثة التي أحدثت بهذه الولاية. وفي هذا السياق أفتح قوسا للإشارة بأن هذه الوحدة تلقت خلال النصف الأول إلى حدود اليوم من السنة الحالية 7935 مكالمة عبر الخط 19 في نوازل حقيقية، ووجهت 14295 تدخل، ناهيكم عن تزويد العنصر البشري بمعدات ولوازم العمل المتطورة كالكاميرات الصدرية المحمولة والسلاح البديل بنوعيه الطازر وكذلك البولوراب، والمراقبة بالرادار المتحرك من الجيل الجديد الخاص بضبط مخالفات السرعة التي ترتكبها مختلف العربات المخالفة لمدونة السير والجولان، وكذلك تحسين ظروف استقبال المرتفقين داخل المقرات الأمنية، علاوة على تأهيل العنصر البشري وتكوينه في هذا المجال لضمان الاستقبال والإصغاء الجيد لشكاياتهم. وتنزيلا لتوجيهات السيد المدير العام للأمن الوطني، لا تتوانى هذه الولاية في السهر على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين والالتزام بمبدأ القرب وتوفير الظروف الملائمة لأداء الموظفين لعملهم في بيئة سليمة. كما تواصل هذه الولاية تنفيذ المشاريع المبرمجة من طرف المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتطوير البنية التحتية والرقي بها إلى المستوى المطلوب، وهي خطوة تجسد التصميم والإرادة القوية للمصالح المركزية في مواكبة التطور المتسارع والنمو المتواصل للمجتمع، والذي يحتم النهوض بالقطاع الأمني عبر تنفيذ سلسلة من الأوراش الهيكلية ذات المنفعة العامة، والمتمثلة في إعادة صيانة وتجديد الغرف الأمنية على امتداد النفوذ الترابي لهذه الولاية. وكذا برمجة افتتاح الدائرة الثالثة للشرطة بسوق الأربعاء الغرب قريبا، وكذا دراسة إمكانية إحداث منطقة أمنية ثالثة بالقنيطرة. نجدد مرة أخرى عبارات الشكر لكافة الفاعلين والمتدخلين على تعاونهم المستمر مع المؤسسة الأمنية من أجل تحقيق النتائج المحصل عليها، وعلى رأسهم السلطات الإقليمية والمحلية تحت رئاسة السيد عامل الإقليم. كما أن الشكر موصول لمسؤولي السلطة القضائية وكافة الشركاء من المصالح الموازية والمصالح الإدارية الأخرى مدنية وعسكرية. ولا ننسى كذلك تقديم الشكر ذاته لممثلي فعاليات المجتمع المدني
ووسائل الإعلام وكذلك باقي الفعاليات الأخرى. وختاما أتشرف أصالة عن نفسي ونيابة عن أطر وموظفي كافة مصالح الولاية هذا الأمن برفع آيات الولاء والإخلاص لمولانا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. حفظ الله مولانا الإمام بما حفظ به الذكر الحكيم، وأقر عينه بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أصدره بسموه الجليل صاحب السمو الملكي مولاي الرشيد، وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وفقنا الله لخدمة الصالح العام، وجعلنا دائما أوفياء لشعارنا الخالد: الله، الوطن، الملك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفالات ذكرى 69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.